السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا صباح الفل يا صباح الهنا عليكم. تعالوا بقى مع بعض كده نصحصح، لسه صاحيين نشرب مع بعض فنجان قهوة كده. انا قهوتي يا جماعة بحبها مظبوطة. فنجان قهوة الصبح كده يصحصحك بقية اليوم. صلوا على النبي يا جماعة، واهم حاجة اعملهم طبعا القناة ودوس لايك واكتب لي تعليق حلو زيك كده. مش معنى مفيش حد في البيت وان انت قاعدة لوحدك، او مثلا كله في مدرسة كله في شغله، انت ما تروقيش على نفسك، لا روقي على نفسك برضه. فنجان قهوتك الصبح، سندوتشك اللي انت بتحبيه، فطارك اللي انت بتحبيه، وتروقي على نفسك عشان خاطر تبدأي يومك وانت مقبلة كده على الحياة ونشيطة. فبالتالي تعرفي تدي ولادك وتعرفي تدي اللي حواليكي في البيت الحاجة الحلوة اللي هما مستنيينها منك. لما تصحي من النوم تقولي ده انا ورايا 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 ورايا، وتسيبي كل هسيب ده كله واقعد اشرب قهوة، ايه المشكلة؟ 10 دقايق مش هما اللي هيفرقوا معاكي. 10 دقايق دولت تشربهم قهوتك، المشروب اللي انت بتحبيه، النسكافيه بتاعك، اي حاجة انت بتحبيها، الفطار اللي انت بتحبيه بالطريقة اللي انت بتحبيها. وابدأي افطري واقعدي روقي واشربي شايك واشربي وانت ماسكة تليفونك، وبعد طبعا ما تصلي وتشوفي اللي وراكي كل ده. وبعدين ابدأي يومك عادي. أبدأه الساعة 9، أبدأه الساعة 10، أبدأه الساعة 11، أبدأه وقت ما أبدأه. أصحى من نومي أعمل الحاجة اللي أنا بحبها الأول وبعدين أبدأ يومي بقى. صدقيني هيفرق معاكي جدا، وهيفرق في نفسيتك جدا، وهيفرق في يومك. وسواء مثلا برضو الكلام ده مثلا لو للست وللراجل، لو انت راجل برضو وعندك شغل، قبل ما تطلع من بيتك الصبح اشرب قهوتك، اشرب شايك اللي انت بتحبه، اشرب الحاجة اللي انت بتحبها، وافطر واطلع شوف شغلك هتشتغل فين او هتعمل ايه النهارده. صدقني ده هيفرق معانا جدا، وهيفرق في نفسيتنا، وهيفرق في يومنا. ويا رب دايما نكون دايما في احسن حال، اللهم امين.